وردة سندريلا، وردة بيضاء، قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. تصفحين عمن زل، تعذرين من أساء. هذه أنت سندريلا، وردة بيضاء. هذه الفتاة اسمها سندريلا. فقصة سندريلا حزينة جدا. فبعد وفاة والدتها اللطيفة تزوج الأب بامرأة أخرى وأحضرها إلى البيت مع ابنتيها. وما لبث الأب الحنون أن توفي، وهنا بدأت الحياة تشتد قسوة على سندريلا. كانت سندريلا لا تحصل على الملابس الجيدة ولا الطعام الكافي، وكانت تعاملها الأم معاملة الخادمة. وعلى رغم كل هذا الشقاء كانت سندريلا تحمل في صدرها قلبا أبيض. إلى متى ستبقين تعبثين في أثناء العمل أيتها الفتاة الكسول؟ كنت أسقي، لم أكن أقصد، سامحيني أرجوك. لا أريد أعذارا. كسول، لقد نادتك ابنتاي جيلوسي ودوسيا، فلماذا لم تذهبي بسرعة لتري ماذا تريدان؟ أم أن الصمم أصابك؟ سأذهب بسرعة. لا تكرري هذا التصرف، لأنني سأقضي عليك تماما. من هذا القادم يا ترى؟ أنا قادمة. مرحبا يا آنسة، أنا المبعوث الخاص للحاكم. أهلا بك يا سيدي. مبعوث سيدي الحاكم، تفضل. شكرا لك. جميع الفتيات مدعوات لحضور الحفل الذي يقيمه سيدي ليختار من بينهن عروسا لابنه الشاب. أرجو حضوركن إلى الحفل بلا تأخر وفي وقته المحدد تماما. بالتأكيد لن نتأخر عن الحفل. كنت أحلم أن أذهب فبقي حلمي معي. مشاعرك هذه. سأجعلك تذهبين إلى حفل حاكم البلاد. اطمئني. ماذا؟ ولكن كيف؟ اذهبي إلى الحديقة واختاري أكبر يقطينة. بعد ذلك سيأتي دوري لإعدادك كي تكوني مستعدة للحفل. هيا ابتسمي. ستذهبين إلى الحفل وتكونين أفضلهن، أنا أعدك. وذهبت سندريلا إلى الحديقة وأحضرت اليقطينة التي طلبت المرأة إحضارها. سأحضر عربة شبيهة بهذه اليقطينة. انظري. عربة رائعة. هل أعجبتك؟ جميلة جدا، ولكن أين الأحصنة التي تجرها إلى الحفل؟ ستكون هناك أحصنة وسيراها أصدقاؤك. ليس لدي أصدقاء. أصدقاء سندريلا، تعالوا. أهلا بكم يا أصدقائي. ستجر العربة عدة أحصنة يا صغيرتي. كيف سيكون ذلك؟ ألم تقولي إنك تريدين أحصنة؟ أكاد لا أصدق هذا. إنه شيء مدهش جدا، لا يحدث إلا في الأحلام. صارت لدي عربة وأحصنة. أنت
خير. سأوفر لك كل ما تحتاجين إليه متى طلبت. ولكن هل أذهب إلى الحفل بثياب بالية؟ نبهتني على أمر مهم جدا يا سندريلا، الملابس الجديدة. أكاد لا أصدق أنني أنا. شكرا جزيلا لك، شكرا. قلت لك إنك تستحقين هذا لطيبة قلبك يا سندريلا. نسيت الحذاء. صار في قدميك. أنا سعيدة جدا. سينتهي هذا الحلم في منتصف الليل وتعودين كما كنت إلى سابق عهدك، لذلك عودي قبل منتصف الليل. لن أنسى هذا. سأعود إلى المنزل قبل منتصف الليل. عدد كبير من الفتيات، لكنني لم أجد بينهن فتاة مناسبة لتكون زوجتي. لا شك أنه سيختارني أنا، بل سيختار الأنحف والأطول والأجمل وهي أنا. كفي عن كلامك الفارغ أيتها الثرثارة. سيدي، حضرت الآن فتاة رائعة الجمال، لم أرى فتاة مثلها في حياتي كلها. ماذا؟ في حياتي كلها من هي أجمل من هذه الفتاة. أعني ما عداك أنت يا زوجتي العزيزة، لأنك الأجمل بلا شك. أهلا بك معنا يا آنستي العزيزة. شكرا لك. إنها جميلة جدا، بل أجمل من رأيت. إن شعرها كالشمس الساطعة. الساعة الآن تعلن منتصف الليل. ماذا قلت؟ إذن علي الذهاب بسرعة. أرجو المعذرة. آنسة، سينتهي هذا الحلم في منتصف الليل وستعودين كما كنت إلى سابق عهدك، لذلك عودي قبل منتصف الليل. أنا قادمة. معذرة، أنا هنا بأمر خاص من حاكم البلاد، هل تسمحين لي بالدخول يا آنسة؟ كلفك الحاكم بهذه؟ أخيرا جاء دورنا لقياس الحذاء. ماذا؟ حذاء؟ حذاء الفتاة الجميلة، فلا تتدخلي في أمور لا تعنيك. شاهده الناس وشاهدوا تلك الفتاة التي هربت وتركت الحذاء. هل فهمت الآن؟ إنها فردة الحذاء التي تركتها، وقد أعلن الأمير أنه سيتزوج بمن تستطيع أن تلبسها. هيا يا ابنتاي، أرجو أن تنجح إحداكن. سألبسه أنا أولا. لا أن تلبس إحداكما فردة الحذاء هذه بأي طريقة كانت. كيف؟ لا يمكنهما فعل ذلك. المطلوبة ليست هنا. هل أستطيع المحاولة؟ ها؟ لا يمكنك.
ما علاقتك بهذا يا فتاة؟ أنت يا مضحكة، تخيلوا سندريلا وهي تعيش في القصر. تفضلي، هيا حاولي، لأن هذا ما أمرني به سيدي. لكل فتيات البلاد من غربها إلى شرقها الحق في أن يحاولن. ما هذا؟ سوف تتزوج من الأمير. الحمد لله، وجدتها أخيرا. لقد وجدت الفتاة. سندريلا مبارك، أنا آسفة لأنني عاملتك معاملة سيئة. لم أصدق أن قلبك الطيب قد سامحنا، وأنك دعوتنا لنعيش معك هنا يا أختي. وأنا كذلك آسفة على كل ما فعلت من كل قلبي. سامحتكن، لقد عشنا في بيت واحد، ومنذ اليوم لن نكون إلا أخوات متحابات. أنا سعيد جدا بزوجته الجميلة يا عزيزتي، لكن أمه العزيزة وهي زوجتي أجمل منها بكثير. أنت وردة سندريلا، وردة بيضاء، قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. تصفحين عمن زل، تعذرين من أساء. هذه أنت سندريلا، وردة بيضاء. كلما قست الأيام زدت إيمانا ونقاء. قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. عندما تعطي الأيام تعطينا وبسخاء، تنسين كل الآلام